الاستقرار المصاحب لحكومة السودان كان نتيجة انسحاب الصدريين لو شنو؟ طبيعة شخصية السوداني لا تترك لخصومه العبث بأمن الحكومة مالته أو وضع العصي بالدواليب. هو حتى الكاركتر مالته وطريقة أداء اليومي إذا تلاحظيه، لما الناس صفقت لصدام أكثر شيء صفقت في مراحل اللي هو تولى القضية هو طريقة أدائه. هاي يفطر بالليل ويروح ما أدري وين ويروح على المقاعد وشال هاي الجدرية وفتح هاي الثلاجة وذني القصص الجماهيرية دا أتكلم. وطريقة تنفيذ الأمر والعقاب الشديد. السوداني بكثير من هذه المواصفات التي نعتقد أن العراق بحاجة أن يكون قائد الدولة يتمتع بقلب رحوم وشديد مع المخطئين، وهكذا يفعل. ولذلك أنا أعتقد هو دا يحصل هذا القبول من الأغلبية في العراق.